اهلا وسهلا بيكم. احنا كل يوم بنشتري عربيات مستعمله يوميا. كم واحد بيهتم بالكشف عن حاله المحرك، عن حاله الوايرنج، عن حاله السسبنشن بتاعت العربيه او العفشه؟ كم واحد بيهتم بالكشف عن البطاريه؟ كم واحد بيهتم بالكشف عن حاله الكاوتشات بتاعت العربيه؟ 80% من اللي بيشتري عربيات مستعمله يوميا، موديلات قديمه او حديثه، بيهتم قوي بالكشف عن حاله الشاسيه، الصاج والبويه. وبيجي بعد كده يكتشف ده المحرك فيه مشكله، ده بيرزع، ده بيعمل مش عارف ايه، ده بياكل زيت، دي الضفيره بتاعت العربيه او الوايرنج فيها مشكله وكان فيها لعب كتير ولازم اغير ضفيره العربيه، ده الكنترولات فيها مشكله، دي الكاوتشات فيها مشكله، دي البطاريه فيها مشكله. كوارث. كوارث النهارده بقت برقم محترم. زمان كانت الحاجات دي بتتلم عادي، مش فارقه ايه يعني، طقم كاوتشات ايه يعني، شورت بلوك بايظ شيل وحط وخلاص وانتهينا. النهارده الحاجات دي برقم، ولان الحاجات دي النهارده برقم لازم يكون اهتمامك، او زي ما اهتمامك بالكشف عن شاسيه العربيه او عن حاله الصاج، لازم كمان تهتم بالكشف عن اللي انا باقي البنود، المحرك، العفشه، الضفيره، الكنترولات، الكاوتشات، البطاريه. في مجموعه من الاجهزه انا بستخدمها شخصيا في الكشف عن حالات العربيات المستعمله وقت البيع والشراء. ايه هي بقى الاجهزه دي؟ هنستعرض جزء بسيط من الاجهزه دي مع بعض. اول جهاز الباتري تيستر، او اختبار حاله البطاريه بتاعت العربيه. اشوف البطاريه دي حالتها عامله ازاي، هل هي 12 فولت او 11 ونص فما فوق، ولا هل هي اقل من 11 ونص فتبقى البطاريه دي بدات انها خلاص، يعني خلاص في مراحل ايامها الاخيره وهتتغير. ده يتحط في تقرير الكشف بتاع العربيه، ان خد بالك ان حضرتك عندك البطاريه فيها مشكله او قريب جدا انها تتغير، عشان البطاريه النهارده وصلت تقريبا 2000 جنيه فما فوق، ده مبلغ. الجهاز الثاني، وده من الاجهزه المهمه جدا جدا جدا، الفيديو سكوب. ليه لما بنكشف على العربيه ما بنستخدمش فيديو سكوب؟ فيديو سكوب ده دي كاميرا تدخل جوه الاربعه سلندر، نفك الاربع بوجيهات وبندخل بيها جوه الاربعه سلندر، جوه كل بيستم، نعرف حاله الموتور من جوه عامله ازاي. هل الموتور ده عليه زيت؟ البيستم ده من جوه عليه زيت؟ هل في مشكله؟ هل عليه ترسبات كربونيه شديده جدا؟ حالته عامله ازاي؟ الفيديو سكوب ده يعني حاجه ما ينفعش تكشف على عربيه مستعمله من غير فيديو سكوب، ما ينفعش. من غيره انت ما كشفتش على المحرك اصلا، بجد مش كلام. نيجي بقى في الجهاز اللي بعد كده، والاهم كمان من الفيديو سكوب، واللي ناس كتير للاسف ما عندهاش ثقافه استخدامه، مش كفنيين او مهندسين، لا، كمالك للعربيه او كحد بيشتري العربيه ما بيطلبش استخدام الجهاز ده، وبيجي للاسف يعني يلبس في حيطه بعد كده. الجهاز ده هو قياس اختبار كبس الموتور. الجهاز ده طبعا دي شنطه كامله، بس ده البار بتاعه، بس ده الجزء اللي احنا بنستخدمه في القياس. الجهاز ده والله ما كلام، ياما ضيع اكتر من بيعه في عربيات كتير جدا، بسبب انه بيكشف حاله المحرك الداخلي. طبعا ده بيبقى نظام دراي تيست، احنا عندنا قياس الكبس نوعين، دراي تيست وويت تيست. بس مهم جدا انه اللي يعمل لك دراي تيست او يعمل لك قياس كبس محرك يكون يعرف استخدام. يعني مثلا هديك مثل بسيط، انت جيت تقيس كبس ولقيت ان العربيه الكبس بتاع الاربعه سلندر كلهم اقل من المينيمم فاليو، كلهم اقل من الرقم الطبيعي، الاربعه سلندر. هل كده ده معناه ان انا اقدر اقول للعميل لا خد بالك دي العربيه دي فيها مشكله ما تشتريهاش؟ لا، ابقى انا راجل ما بفهمش. لانه انا اتعلمت انه انا لو عندي مشكله في الاربعه سلندر كبسهم اقل من الحد الادنى زي ما بيقولوا يعني، يبقى انا كده ما عنديش مشكله في كبس الموتور، انا كده عندي مشكله في سيركتينه، انا كده مشكله عندي في السيركتينه ده، يا اما بقى ان هو جامب التايمنج يعني مقدم، يا اما ان هو مأخر، في مشكله. فالقصد ايه من الكلام؟ القصد ان حضرتك ما تكشفش او ما تعملش قياس كبس للمحرك الا مع حد تتوسم انه يكون فاهم او يكون معروف انه بيعرف يستخدم جهاز قياس كبس المحرك. فده من الاجهزه المهمه جدا اللي ما ينفعش انك تتخلى وتتنازل عن انك انت ما تكشفش بيها على عربيه انت بتشتريها، ما ينفعش. اعرف حاله الموتور بتاعك من جوه. النهارده الموتور برقم،
ب 20 25 ب 30,000 جنيه، ده شورت بلوك بس مش محرك كامل، ده من غير ادوات تخزيته. فلو سمحت وانت بتشتري عربيه مستعمله اعمل قياس كبس محرك ولا تتنازل عن الكشف ده، عن البند ده. كويس؟ كويس. الحاجه اللي بعد كده بقى ودي الاخيره، جهاز كشف الاعطال. غير انه جهاز كشف الاعطال بيديني هيلث ريبورت او بيديني تقرير كامل عن كنترولات العربيه بالكامل، انجن، ترانزميشن، اي بي اس، بي سي ام، اي سي، كل الكنترول دي هو بيديني عنها تقرير مفصل وشامل. لا انا كمان بقدر اعرف منه حالات الحساسات او السنسورز الموجوده داخل المحرك، الماف، الماب، الاوتو سنسور، اي سنسور، النوكينج سنسور، كل السنسورز دي انا بقدر اعمل عنها لايف داتا، اعرف قراءات الحساسات دي فعلا سليمه ولا فيها مشكله، علشان برضو هطلع بيها تقرير للعميل اقول له يا فندم حضرتك عربيتك اللي انت عايز تشتريها دي او اللي بتكشف عليها دي فيها سنسور كذا 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 بايظ، في مشكله. يبقى وانت خلاص اشتريت العربيه تبقى انت فاهم ان السنسورز دي مثلا عشان تغيرها هتكلفك 2000 3 5 10 ايا كان. اللي انا بتكلم فيه ده والله ناس ما بتهتم بيه، وبعد ما خلاص هم كشفوا شاسيه وصاج يكتشفوا بقى الكلام ده، يجي يبص يلاقي ايه في شهر في شهر في شهرين في ثلاثه دافع له 30 40 الف جنيه. شورت بلوك بايظ، سنسورز بايظه، بطاريه بايظه، كاوتشات فيها مشكله وما راجعش عليها وما عملهاش فحص، وايرنج او ضفيره فيها مشكله، لا العربيه بتجيب زيت من تحت، يبدا يلبس، يجي يبص يلاقي نفسه ايه ده، امال انا كشفت على العربيه ايه؟ ما هو حضرتك ما كشفتش اصلا على العربيه، انت كشفت عليها صاج بس. ماشي، ما هو الصاج مهم والشاسيه مهم، طب والحاجات اللي ماشيه العربيه دي وضعها ايه معاك؟ بس اتمنى ما اكونش طولت عليك ويكون الفيديو كان سريع وموجز. سلام عليكم.